السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، أهلا وسهلا فيكم في قناتي قناة مطبخ صباح. توحشتكم البنات بزاف بزاف بزاف. اليوم طليت عليكم بهذه الوصفة إن شاء الله تعجبكم، دسوها في عينيكم البنات. وصفة ما شاء الله عليها، أكيد راح تعجبكم وتعطوني رأيكم تحت في التعليق إن شاء الله. ديروا لايك، ما تنساوش البنات باش تعاونوا القناة باش تكبر بيكم وتكبر معاكم، تكبروا معايا ومعاكم ان شاء الله البنات. الوصفه هذه سهله بسيطه، درتها بمناسبه الدخول المدرسي. نتمنى لكل التلاميذ وكل المستويات الدراسيه بالتوفيق والنجاح. عام سعيد، عام ان شاء الله بالخير. البنات الوصفه سهله بسيطه، ما فيهاش مكونات بزاف. مكوناتنا من مطبخنا اقتصاديه لدرجه ما تتصوروهاش. ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي تعجبكم وتنال رضاكم. نشكر المشتركين الجدد اللي دخلوا، نقول لهم مرحبا بكم وشكرا بزاف المشتركاتي القدم. نبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله. صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نجيبوا الفرينة 570 غرام من الدقيق الأبيض، احنا نقولوا الفرينة. نغربلوها البنات، لازم تغربلوه باش يجينا خفيف العجين تاعنا وتجينا خبيزات قطنية بإذن الله. عندنا مغرف سكر كبيرة، وعندنا مغرف ملح صغيره. الملح اختياري البنات، تحبوا تزيدوا تحبوا تنقصوا تحبوا ديروا ما درت انا. نجيبوا 8 غرام تاع خميره فوريه. نخلطوا مليح المكونات الجافه هذم البنات ونروحوا نوجدوا البيض. عندنا 2 بيضات، واحدة راح نستعملوها كاملة والثانية راح نديرو غير البياض والصفار نحتفظوا به أكيد باش من بعد ندهنوا به وجه الخبيزات. قلت لكم البنات هذا نوجدوه الصباح لوليداتنا كيعودوا رايحين المدرسة. ساهل بسيط بسرعة يوجد، مكونات ما تحيريش فيهم طول، كاينين غير في الدار. البنات وصيتي الصفار البيض كي نحوه كيما هكذا ونديروه بجيه. ديما غطوه باش ما يديرناش هذيك الطبقه تاع ليبوس هذيك. نجيبو 360 ملي تاع الماء، ونحطو معاه البيضه وبياض البيض، نزيدوه ثاني مع الماء ونخلطوا هذيك المواد الجافه اللي درناها. ملاحظه البنات، الفرينه والبيض اكيد راح يختلف اللي عندي وعندكم. الماء كبوه بشويه، كبوا كاس وعجنوا وزيدوا الكاس الثاني، ديروا غير بشويه حتى تتحصلوا على العجينه اللي راكم تشوفوا فيها. اذا عدت الفرينه ما تشربش، حاولوا تقلوا شويه من الكميه اللي درتها انا تاع الماء، ولا عاد تشرب. اذا ما كفاتكمش الكميه اللي درتها انا تقدروا تزيدوا ثاني شويه تاع ماء، مش مشكل. المهم تعود العجينه شويه مرخوفه، كيما راكم تشوفوا فيها، ما تجيش قاصحه ما تجيش يابسه، باش تجينا خفيفه تجي قطنيه العجينه. من بعد كي طيب تولي لنا قطن. نتمنى الملاحظه تاخذوها بعين الاعتبار البنات باش ينجح معاكم هذا الخبز. من بعد ما نكملوا نلموا العجين نضيفوا له 25 ملي تاع الزيت، يعني مش بزاف البنات، منبا 2 مغارف او 2 مغارف ونص كبار. ضيفيهم ولمي بها العجينه. بعد ما تكملي تكوني وجدتي بوله مدهونه بالزيت، ادهنوها البنات، ومن بعد حطوا هذيك العجينه ودهنوا الوجه نتاعها بشويه تاع زيت باش كي تغطوها بالبلاستيك الغذائي هذا. من بعد كي تطلع البنات ما تلصقش معاك. بسم الله ما شاء الله. شوفوا البنات كيفاه طلعت، تنفخت عجينه ما شاء الله. ريحناها مده ساعه.
خداكش حنا رانا في بسكرة سخون الحال شويه. لا عدت في وقت بارد اكيد راح تضيفوا لها شويه وقت باش تطلع، باش تعطينا هذيك النفخه هذيك والنفخات تاعها ولي بول هذوك اللي يطلعوا. هنا البنات ما نعجن ما والو، راح نلمها فقط، ندهن طاولة العمل بشوية تاع زيت ونحط عجينتنا ونبدا نلم فيها. كيما راكم تشوفوا البنات انا مش حنعجنها، راح نلمها فقط باش نتحصل على كره متساويه، باش كي نقسمها يجوني لي بول هذوك الصغار، يعني اللوزات يجوني قد انا قطعتها قسمتها البنات حوالي 12 كره. انتم تقدروا ديروهم صغار تقدروا ديروهم كبار كيما حبيتوا. هذا الحجم انا عجبني، وانتم تقدروا تكبروا تقدروا تصغروا تقدروا ديروا كيما انا. بعد ما قسمتها نجبد بالقطعه ونحاول نكورها باش ندير الوجه تاعها ملس، يعني املس، مش راح تاخذ وقت اكيد. راح نكورهم كامل ونخلوهم يرتاحوا 10 دقائق ربع ساعة باش يعاونونا كي نجو نقرصوهم، يعني نكسلوهم، يعني نقرص يساعدوني. نجيبو سنيوة تكون مرشوشة بالفارينة او بلا، ونحطو فيه هذم الكريات يرتاحوا معنا. كي تشوفوهم البنات ما ريحوش بعد 10 دقائق ولا بساعة زيدوهم الوقت باش يعطونا الضوء على البنات كما قلت لكم يعاونوني. هنا البنات راني كملت كامل الكريات درتهم ونحطهم يرتاحوا. الكمية لاباس بها جاتني 12 حبة، كمية يعني نقولوا لاباس بها. تقدروا توجدوهم البنات حتى المبتدئين، سهلة الوصفة وراح يقدروا يديروها ويديروها خير مني ثاني. هنا ريحة العجينة البنات، راح نرش طاولة العمل بشوية تاع فرينة ونحاول نقرصهم كما راكم تشوفوا في الفيديو البنات. نجيبوا حلال ونبداو نقرصوا فيها غير بشويه البنات. العجينه راهي شويه ما هيش متماسكه بزاف، روحوا معاها غير بالعقل. الوصفه كما قلت لكم البنات يعني المقادير تاعها كامل موجودين في عندنا. تقدري تنوضي الصباح وديريها لخيانك لوليداتك تفرحين بها الصباح يفطروا قبل ما يروحوا المدرسه. نتمنى كل المشتركين اللي دخلوا جدد نقول لهم مرحبا بكم وشكرا على ثقتكم فيا. نتمنى كل الفيديوهات ينالوا رضاكم واعجابكم اللي فاتوا وتكونوا معايا في الفيديوهات الجدد. نجيبوا القرص هذاك بعد ما ريحوا نكسلوهم كما شفتوا في الفيديو البنات. ما تنساوش قرصوا هذوك اللوها نديروها رولو، ومن بعد هذيك الطبقه الاخرى هذيك نقرصوها مليح باش تلصق مع بعضها ما تتفتحش معنا في الفور. شوفوا البنات الطريقه نحاولوا نديروهم على شكل كيما الكعكات هكا باش تتماسك معنا وما تتفتحش معنا في الفور. راح نوضح لكم الطريقه بعد قليل بشويه كما نقولوا تشوفوها مليح. طريقه سهله، الوصفه ناجحه 100%. غير جربوا البنات وديروا الكوراج وتعلموا عادي. حتى تعرفي اكيد راح عندكم وصفات يعني بصح معليش نوعي المطبخ لازم ديما جديد، ديما يجرب العبد حوايج جديده يشوف معليش.
هذه الطريقه البنات هاني قربتها. نحاولوا نديروا رولو اول طبقه تكون شويه رقيقه، من بعد نبداو ما نخلوش الهواء البنات لداخل، نحاولوا نلظوا يعني الرولو ذاك نجيبوه شوي مزير مضغوط. نحاول نهضر باي طريقه باش تفهموني. شوفوا البنات هنا حاولت باش نوضح لكم، حاولوا تقرصوا العجين مع بعضاه كيما راني ندير في الفيديو باش ما يتفتحش معاكم العجين. طريقه سهله، شوفوا غير مليح، تبعوني غير بالعقل ان شاء الله تنجحوا فيه. رشوا بالفرينه البنات باش يمشي لكم العجين، خاطرش راه شويه مرخوف. رشوا بس ما تكثروش بزاف يعني باش ما يشحش معاكم، ما يبدش معاكم العجين. كسليها غير شويه، مش شرط كسليها بزاف. حلي القرصه حبيت نشرح مليح بالفيديو، نشرح مليح بالهدرة تاعي، ان شاء الله كل تفهموني. شوفوا هنا البنات حنعتلكم كيفاه تقفلوا الكعكه هذه، الرولو هذا كيفاه نقفلوه في الاخير. راح نعتلكم الطريقه بشويه باش تشوفوا الطريقه يعني تهزوها قد قد. شوفوا البنات نقلبوا، حاولت ندير لكم هذه الطريقه باش تجيكم سهله وتشوفوها مليح. كيما هكا البنات نجبدوا العجينه اللي من جهه لتحت نطلعوها لفوق ونقرصوها باش تلصق مع بعضها، باش تجينا كيف كيف كيما تبانش باللي راهي. شوفوا البنات غير بشويه تنجحوا فيها باذن الله. الطريقه ان شاء الله راهي واضحه في الفيديو. نحب نشرح مليح باش تفهموني المبتدئات، انا نهضر مع المبتدئات اللي هذا ونبداو يتعلموا، وان شاء الله تعودوا احسن مني وتعودوا كما يقولوا ناس بكري شاطرات باطرات من كل اسبوع بصنعه ان شاء الله يا ربي. غير ديروا الكوراج، مش حاجه اللي تخوف يعني. نجيبوا لي بلا اللي حيدخل الفور، نفرشوه بورق الزبده، ومن بعد نبداو نحطوا الحبات نتاعنا هذا الكريسات. تقدروا هذا من البنات تحشوهم بالكونفيتير، بالشيكولاته الطلي، تقدروا ديروا لهم جبن، يعني اي حاجه تقدروا تضيفوها بعد ما يطيبوا تقدري تفتحي وتديري فيهم واش حبيتي وتقدميهم لوليداتك ولا لخيانك. نخلو العجين يرتاح مدة نص ساعة أو 5 على حسب الجو البنات. لا عاد سخون نخلوهم 20-25 دقيقة، لا عاد برد الحال خلوهم حتى يطلعوا نص ساعة. نجيبوا البيض هذاك اللي خليناه ونبداو ندهنوا فيهم في الوجه، ما تلطوش بزاف البنات باش ما يهبطوش لكمش من الطليع، غير من فوق هكا بالعقل. تقدروا ديروا حليب البنات كما حبيتوا، اللي ما يبغيش البيض ولا يزع منه ولا ديري الحليب عادي. نجيبوا جلجلان، نجيبوا اي حاجه اللي تبغوها نتوما، سينوج ولا كما حبيتوا. انا حبيت هذه الخطره ندير
جلجلان. جات ما شاء الله مع طعم الجلجلان والخبز قطني ما شاء الله، جو تحفة. نحطوها في فرن على 200 درجة مدة 20 ل 25 دقيقة. شوفوا البنات النتيجة اللي تحصلنا عليها، ما شاء الله ما شاء الله. جا خفيف قطني، يعني بنة راح تفرحي وليداتك ولا خيانك بهذا. تنوضي الصباح ديريهم بالخف يوجدوا، يفطروا وليداتك ولا خيانك ويروحوا للمدرسة فرحانين. شوفوا البنات جا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مش راني نسخف فيكم يعني وديتكم ما سخفتكمش. ان شاء الله تنوضوا وديروهم. شوفوا البنات يطلع وحده، شوف كي عاد خفيف مش معجن، ما يجيكم خفيف ريشه قطني من داخل، يعني ما شاء الله. نوعي كل خطرة حطي ساعة كرواسون، ساعة هذا ساعة، يعني هذه مائدة وكل يوم نحطوا فيها جديد بإذن الله. ان شاء الله الوصفة تعجبكم البنات، وما تنسونيش في اللايك نوصيكم البنات على اللايك باش تساعدوا القناة ويشوفوها ويستفادوا منها الناس. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم البنات. كاش ما تسحقوا اي حاجه اكتبوا لي في التعليق، اكتبوا لي اللي جربت الوصفه تكتب لي، تقول لي راني جربت ونجحت معايا. اذا عجبتكم الوصفه اكتبوا لي، ما عجبتكمش اكتبوا لي، راني قابله كل شيء قابلته منكم. هنا ينتهي اللقاء معكم. يعز لي الروح وخليكم، معليش ان شاء الله اللقاء الجاي تكون وصفه في المستوى. خليكم في رعاية الله وحفظه، تهلاو في رويحاتكم البنات حبيباتي، مشتركاتي العزاز عليا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.